بلقب دوري ابطال افريقيا. كنعرفوا القيمه ديال هذا الكاس القاريه، ولكن ما سعفتوش الحظوظ. البحث دائما على لما لا معانقه لقب مع فريق الوداد، وان كان يمكن نقول بان المدربين المغاربه الاكثر. هذه فرصه والهدف. ايوب العبلود في المكان المناسب يضع الكره في الشباك. تمريره كانت ممتازه. ايوب العبلود ينطلق وراء ظهر المدافعين ويضع الكره في الشباك. هدف اول وفرحه لجماهير فريق الوداد. اذا النتيجه تغيرت هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس لفائده فريق الوداد الرياضي البيضاوي. تمريره ممتازه. ايوب العبلود في ادواره الهجوميه يتمكن من وضع الكره في الشباك. دون ياسفين دون كل كبيره وصغيره، باعتبار حتى الان بان لقاء الجيش والرجاء صفر لمثله، وايوب العبلود يضع الكره في الشباك. تقدم لفائده فريق الوداد. لاحظوا هدف جميل لفائده الوداد. ايوب العبلود ازدواجي على مستوى الادوار، الدور الدفاعي والدور الهجومي. تمريره من هشام بوسفيان لايوب العبلود، ما زاد ما نقص، حتى الكره ما خلاهاش تسقط الارض، وبالتالي هدف اول. خروج الحارس هشام العلوش اللي كيبعد الكره. هشام بوسفيان الراسيه ديال اي هدف واي تسديده للعبيد يحيى جبران. يحيى جبران يضع الكره في الشباك. هدف ممتاز لفائده فريق الوداد. تسديده تعانق شباك الحارس هشام العلوش، لا تصد ولا ترد. يحيى جبران في المكان المناسب يتمكن من وضع الكره، وهدف ثاني لفائده فريق الوداد بواسطه يحيى جبران. نلاحظوا الفرحه الكبيره ديال اللاعبين وكذلك ديال الجماهير الحمراء، جماهير فريق الوداد الرياضي البيضاوي، كذلك للمدرب سفين فان دين بروك وللطاقم التقني. هدف ثاني سيريح الاعصاب في انتظار وصول اخبار ساره من مدينه الرباط. نتابع هذه المحاوله. رفعت الكره داخل منطقه جزاء، تدخل هشام العلوش. رجعت الكره من هشام بوسفيان الراسيه ديال بوليسامو جونيور، ما سقطتش الكره، ما نزلاتش الكره، طريقه ممتازه. يحيى جبران هدف لاحظوا من زاويه اخرى. صراحه هدف جميل من قائد ومن عميد فريق الوداد يحيى جبران. الحسم في انتظار نهايه المباريات. فرصه ما تميزوا الهدف. معطي تميزوا يدخل منذ قليل، يتمكن من وضع الكره في الشباك. تلعبات الكره بسرعه. معطي تميزوا وراء دار المدافعين ينسل ويضع الكره في شباك الحارس يوسف مطيع. هدف اول لفائده فريق شباب سوالم الرياضي اللي كيتمكن من احراز الهدف بواسطه معطي تميزوا، اللي غيخلي بانه الدقائق المتبقيه من المباراه ستكون اكثر اثاره واكثر تشويق. نتابع هذه المحاوله ونتابع هذه التمريره الممتازه لمعطي تميزوا، الذي تميز دائما ب يعني وضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده فريق شباب سوالم. اذا محمد اوليا جبت رفعات الكره. هذه فرصه الهداف بوليسامبو جونيور في المكان المناسب. هدف كما قلت بانه سيريح الاعصاب. نتابع مره اخرى. وصلت الكره لمحمد اوليا، جمع تمريره من ايمن حسوني، رفع الكره بوليسامبو جونيور. هذو هما الكرات اللي كيبحث عليهم في الوقت اللي كان هناك تقدم شيء ما ديال هشام العلوش، وبالتالي الكره تعانق الشباك. هدف ثالث لفائده فريق الوداد، والهدف الثالث عشر لبوليسامبو جونيور، وبالتالي كيوسع الفارق على حمزه النوري لهدفين. اذا بوليسامبو جونيور هداف الدوري الاحترافي حتى الان.